عارف لما تبقى مش عاوز تعمل حاجة وتعملها غصب عنك، او تبقى مضطر ترضى بالامر الواقع والقائم عليك. حرفيا يا جماعة مع الاسف النهاردة المنتخب الجزائري النسوي بينتقل من مطار محمد الخامس الى مدينة وجدة عشان يلعب المباراة هناك، فده كله عادي. انما لما تطلع في ندوة صحفية قبل كده في الاسبوع الاخير ولا العشر ايام اللي انت جيتهم، بصراحة مسؤولين من الاتحاد الجزائري او مدرب المنتخب الجزائري، وتطلعوا تخفوا اسم المغرب من على شعار افريقيا، وتلغي شعار او خطوط الملكية المغربية برضو تبقى تزيلها من وراكم ومش عاوز تكون وراك. وده كله عادي، ده كله لحد دلوقتي عادي. لكن لما تبقى مضطر ترضى بالامر الواقع مفيش جدال عليه، يحط لك الطيارة قدامك بعيد عن دي، الخطوط الملكية الجوية اللي هي الراعي الرسمي بالتأكيد للكاف، الار اي ام الداخلي للطيران الملكي المغربي بالتأكيد، بتنقل المنتخب الجزائري النسوي من ساعات قليلة بالظبط من مطار محمد الخامس إلى مدينة وجدة. فعشان كده أنا بقدم لك المقدمة ببساطة قوي، لأن اللي حصل عشان تجيب لي مثلا مسؤولين من الكاف وتقيس بالمتر عشان خاطر تقول لي القائم ده صغير ولا القائم ده كبير، وقبليها تلاقي بتهوي او تخفي تحديدا شعار اسم المغرب. بصراحة كنا لازم نتكلم في النقطة ديت، وبعيد والله عن كره حد ولا حب حد. انت داخل البلد النهاردة ترضى بنظامها وقوانينها، انت جاي عندي حرفيا يا جماعة بكل بساطة لازم ترضى بالامر الواقع الموجود، والا اذا ما كنتش جيت. دي اقل مثال بسيط. فالنهارده لما تلاقي او من ساعات قليله تلاقي المنتخب الجزائري النسوي بيركب الخطوط الجويه الملكيه، ما انت ترضى بالامر. في حاجه انا قلت لك في الاول ما خدتش بالك منها، ترضى بالامر الواقع عليك، مضطر ترضى بالامر الواقع مفيش جدال فيها. ويمكن لاعبات المنتخب الجزائري النسوي لما كان في مدينه السعديه شفتوا قال ايه. النهارده لقينا مدرب المنتخب الجزائري اللي كان بيشيل كل حاجه من وراه، لقيناه بيركب الخطوط الجويه الملكيه المغربيه النهارده، الراعي الرسمي للكاف او الداخلي بصراحه الار اي ام النهارده. وتلاقي المنتخب الجزائري بالكامل بيخش الطياره النهارده عشان ينتقل من هنا لهنا، عشان عندهم طبعا الملعب البلدي ببركان بالتاكيد مباراه قويه بتجمع المنتخب الجزائري النسوي مع منتخب غانا، والناحيه الثانيه طبعا منتخب المغرب بيجمع مع منتخب مالي باذن الله. ده هيكون يوم الجمعه، والمنتخب الجزائري ان شاء الله هيكون يوم السبت، ونشوف مباراه قويه وباذن الله الاثنين يصعدوا ويقابلوا بعض عشان نشوف كوره ممتعه باذن الله في الفتره ديت. لكن لما عشان ارجع للجمله تاني واقول لك انت هترضى بالامر الواقع، حرفيا فوزي لجع والجمهور المغربي، انا الناس دي اعتقد في كل سيناريو ما اثروش مع الضيف اللي جاي، في كل سيناريو شفناه ما اثروش مع المنتخب الجزائري. وتحديدا انا بتكلم عن المنتخب الجزائري النسوي، لان انا شفت بصراحه ما شفتش لا مالي عملته ولا غانا عملته ولا مش عارف ولا السنغال عملته ولا جنوب افريقيا ولا زامبيا عملته ولا جنوب افريقيا عملته. لان المنتخب العربي اللي بدأ يعمل الحاجه دي هو المنتخب بتاعنا او المنتخب الجزائري، المفترض ما يطلعش منه الحاجات دي. وعشان كده انا بدأت لك قلت لك انت مضطر ترضى بالامر الواقع. شفت تلف تلف وترضى بالامر الواقع عليك، لازما هترضى بيه. فمن ساعات قليلة بقول لك هو صعد للطائرة من الدار البيضاء لحد مطار وجدة او لحد مدينة وجدة عشان يلعب المباراة بتاعته لتكون بالملعب البلدي ببركان. فطبعا تحياتنا الخاصة للجمهور المغربي، تحياتنا الكبيرة قوي قوي لفوزي لجع والقائم على كأس افريقيا للسيدات. وما شاء الله بجد يمكن ما ينسيناش امبارح بفوز المنتخب المغربي على منتخب الكاميرون بنتيجة 10-1. ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا انسحاب تونس، ومن حظوظ انسحاب تونس انها دخلت الكاميرون بدلها عشان هم اللي ياخدوا النتيجة ولا يشيلوا النتيجة بتاع 10. وقبليها كان منتخب بنين اللي هو شال بنتيجة 4-1. فبعيد عن المنظومة دي المنتخب المغربي بنذكركم تاني تعادل مع زامبيا 2-2، منتخب مغربي للسيدات في كأس افريقيا. رجع فاز على الكونغو بنتيجة 4-2، رجع فاز على السنغال وتصدر المشهد وتصدر المجموعة بطبعا 1-0 على منتخب السنغال. وهنا منح المنتخب الجزائري انه يصعد مش عاوز اقول لك لأول مرة في تاريخه لربع نهائي افريقيا اللي موجودة بالمغرب في الوقت الحالي. واعتقد بالنسبة للمنتخب المغربي فرصة يمكن تاني مرة على التوالي، حظوظ ان هو ممكن يطلع للنهائي
بعد تخطي اعتقد بنسبة كبيرة ان شاء الله منتخب مالي، واعتقد بنسبة كبيرة لو فاز من المنتخب الغاني او المنتخب الجزائري فانت قادر على انك تعدي منتخب الجزائر، او قادر تعدي المنتخب الغاني اللي هيلاعب برضه منتخب الجزائر. فده بالنسبة لك حظوظ يا فيلدا يا اسباني، انك تقدر تكتب تاريخ وتاريخك مع المنتخب المغربي. فالنهارده نرجع لموضوعنا الشغل. يعني بصراحة لما لقينا بيركبوا الطيران فرجعت على طول عملت فلاش باك، لقيت يا جماعة هنا كان المسؤولين او تحديدا مدرب منتخب الجزائر النسوي بيتكلم في النقطة دي، او حاطين لوجو كده بتاع اسم المغرب، فهو طبعا حاطين لزق عليه، او طبعا خطوط الملكيه المغربيه الجويه بالتاكيد كان المفترض دي تكون ورا كل حاجه لان دي موجوده، يعني لازم تكون موجوده، فقال لك برضو دي نشيلها. فمش عارف هم بصراحه عملوا في الحته دي ليه. يمكن صدمه الاعلام الجزائري في الوقت ده، ما حبوش الموضوع ده او ما حبوش الموضوع يكبر اكتر من كده. فعشان كده لما تلاقي الاعلام الجزائري نفسه بيتكلم في نقطه، طب اللي انت ما خدتوش بالراحه خدته بالعافيه، ده مثلا عندنا احنا اللي انت ما خدتوش بالراحه خدته بالعافيه، وده ارضاء للامر الواقع المتواجد داخل المملكه المغربيه حرفيا يا جماعه اللي حصل النهارده او من ساعات قليله. الخطوط الجويه المغربيه متواجده، والار اي ام اللي هو الطيران الرسمي الداخلي هو قال لهم اتفضلوا تحديدا، اللي هو اتشال اسمه او اتشال اللوجو بتاعه من ورا المسؤول او ورا مدرب المنتخب الجزائري، قالوا له اتفضل انت كده المفترض هتركب الطياره عشان خاطر تنتقل من هنا تروح هنا تلعب المباراه الجميله بتاعتك اللي هتكون في يوم السبت باذن الله مع مباراه غانا. فده بعيد عن اي حاجه بصراحه، اعتقد قرار مثالي جدا جدا، قرار مناسب جدا جدا من فوزي لجع. ساعه ما قال لك سيبوا كل واحد على راحته، في الاخر طبعا كاس افريقيا هو التاريخ اللي هيحكم عليه، وده حرفيا يا جماعه النهارده التاريخ اللي بيثبت، التاريخ اللي بيشهد على كل المواقف سواء الحلوه او الوحشه. النهارده لما تلاقي كل ضيف بيخش المملكه المغربيه حرفيا زي ما بيقولوا كده تربيه ملوك والله بجد، بيعملوا معاه الصح وبيعملوا معاه الواجب. يمكن اتكلمنا في فيديو واتنين في اللقطه دي يا جماعه، لما اتكلمنا على منتخب مصر، لما اتكلمنا على منتخب تونس لما راح وشال من منتخب المغربي اتنين. برضه خلي بالك ده المدرب المنتخب التونسي نفسه سامي الطرابلسي قال لك الناس دي في يوم العيد هيعيدوا علينا بالهدفين الجمال بتاع ايوب الكعبي واشرف حكيمي، لكن ما زلت اقول ان الشعب المغربي كريم بطبعه، والراجل يعني مش عاوز اقول لك هم عملوا معاه الواجب وزياده هو والمنتخب التونسي. فعشان كده لما بكلمك في النقطه دي يا جماعه والله العظيم فتعرف ان المملكه المغربيه وجمهورها او شعبها ما عندوش اي خلافات مع حد، زي ما كل التعليقات بتطلع لي بصراحه قال لك احنا ما عندناش خلافات مع اي حد. وخلي بالك قال لك كان 2025 اللي الناس كلها بتتكلم عليه هيبقى من افضل نسخ افريقيا اللي هتكون متواجده في اخر 10 15 سنه. لا قال لك هتلاقيها بالمغرب بصيغه تانية خالص اللي هتبقى في اواخر السنه. فده عموما ده الجمهور المغربي اللي بيتكلم في النقط دي، فتحياتنا للجمهور المغربي. ويا ريت قبل ما نختم الفيديو ما تنساش تنزل عنه باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.